السلام عليكم، تعالوا نعمل حلا القرع حاجة كده من روائع الكيتو دايت، كيتو دايت لو كارب مرضى السكري، حلا رمضاني بامتياز سهل جدًا وسريع، وطعمه يا جماعة لمحبين الحلا الشرقي المهلبية والرز بلبن والحاجات اللي هي القرع، الحاجات التحفة دي يعني حاجة مش عايزة أقول لكم طعمه خرافي، فيالّا بينا على طول نبدأ المقادير. أنا عندي ده كيس قرع جاي جاهز، فلو أنتم عندكم كده أو تقدروا تجيبوه وتقطعوه ما فيهوش أي مشكلة. سلقته أو تحطوه في الفرن، حطيته في الفرن شوية وأنا باعمل الغدا كده في الطاجن زي ما أنتم شايفين مع معلقتين من المَيّة تمام، لحد ما استوى، ما بياخدش وقت طويل يعني ممكن نُص ساعة كده أو أقل، وبعدين حطيت معاه معلقة من سكر الزيتون، معلقة كبيرة من سكر الزيتون، أي سكر تستخدموه، كمية من المكسرات، فأنا حطيت جوز محمص وجوز هند. مبشور جوز الهند وحطيت جوز محمص وشوية من اللوز تمام، ضفت كمان شوية من جوز الهند المبشور، طبعًا زي ما إحنا قُلنا معلقة كبيرة من السكر، هو طبعًا فيه حلا لكن أنا زوّدت شوية من حلا يعني زدت معلقة كبيرة من سكر الزيتون، تقدروا تستخدموا أي نوع سكر تمام، أنا عندي هنا حوالي كوب من الكريمة السخنة، حطيت عليه 10 جرام من كيس جيلاتين بقري حلال تمام، وبعدين باقلّبها لحد ما الجيلاتين ده يدوب تمامًا في الكريمة. خلاص إحنا هنعمل أول طبقة قرع عسلي أو قرع من تحت، وبعدين طبقة بودنج أو مهلبية من فوق، تمام؟ ده كان شوية من عصير أو من السائل اللي نازل من القرع، ضِفته وأنا لحُسن الحظ كنت عاملة منقوع من الزعفران، لو مش موجود عندكم يعني نقع شوية زعفران في مَيّة، لو مش موجود بنستخدم معلقة صغيرة من الفانيليا، باقلِّب المكونات، باتأكد من تمام الجيلاتين من تمام ذوبان الجيلاتين، طبعًا أنا ضِفت كمان معلقة كبيرة من سكر الزيتون كمان، تمام؟ رجعت ضِفت يعني كوب من الكريمة اللي هي في حرارة الغرفة، فكوب من الكريمة السخنة وكوب من الكريمة في حرارة الغرفة مع 10 جرام من الجيلاتين، يعني هتلاقوا مكتوب بيدوب 10 جرام من الجيلاتين أو كيس كبير من الجيلاتين مثلًا نُص لتر من السائل تمام، بعد كده صبيته على القرع بتاعي اللي إحنا مسويينه في الفرن أو شاويينه في الفرن مع معلقة من السكر ولحد ما بقى بالشكل ده. ضِفت عليه المهلبية أو البودنج من فوق اللي هي بالزعفران، وسِبته في التلاجة، سِبته يهدى شوية وبعدين دخّلته التلاجة ساعتين، ده كان بعد ساعتين في التلاجة. طبعًا لو سِبتوه كمان 3 يعني ساعتين من ساعتين ل3 ساعات بيبقى يجمد يعني مش عايزة أقول بيبقى جامد جدًا وبيبقى تحفة خالص لو أنتم عايزينه أكتر من كده، تمام؟ فكل ما بتسيبوه بيبقى الجيلاتين بيتماسك أكتر فيه. الحلا ده من روائع الكيتو دايت، حاجة يا جماعة تحفة، يعني أوعدكم إن كل الناس هتاكل معاكم فيه. حلا القرع بالمكسرات والزعفران والسكر اللي إحنا حاطينه، أنتم عارفين نوع السكر اللي أنا حاطاه قريب جدًا من السكر الطبيعي، حاجة تحفة جدًا. حقيقي بمجرد إن أنتم هتمدوا إيدكم فيه يعني مش هتسيبوه، فظيع، فظيع بجد. فجربوا حلا القرع مهلبية الزعفران أو ببودنج الزعفران أو حلا القرع البارد، كيتو دايت لو كارب مرضى السكري، حلا رمضاني بامتياز سريع جدًا وسهل، وطعمه ولا أروع، ذوبان كريمي، بصوا الوش كمان لو تلاحظوا الوش يعني بدون لا فرن ولا أي حاجة، عامل وش من فوق حاجة كده خرافية، حاجة بجد يعني رهيب جدًا، فجربوه. أنا عايزة أوريكم ده شكله الشوت الجاي ده شكله تاني يوم، يعني تاني يوم بيبقى متماسك جدًا، جدًا. جربوا الحلا بتاعنا كيتو دايت لو كارب مرضى السكري، وأشوفكم على خير في وصفة جديدة قادمة إن شاء الله.